السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على شعب الجزائر الطيب، السلام على شعب الجزائر الشريف. نحن إخوانكم السوريين، أو ما راح أتكلم بالفصحى، راح أتكلم بلهجتي، لأنه أنا بعرف إنه الشعب الجزائري بيفهم اللهجة السورية. نحن إخوانكم بالدم وبالدين، نطلب منكم توقفوا معنا لو حتى بالكلام، لو حتى تضامن بالكلمات بس بكفي. إخوانكم في مدينة مضايا بريف دمشق محاصرين من أكثر من 6 شهور، لحد الآن أكثر من 40 حالة وفاة على أثر الجوع. أطفال عم تموت من الجوع، عم ياكلوا أوراق الأشجار، عم ياكلوا القطط والكلاب، لأن حزب الشيطان محاصرهم ومانع يدخل عليهم أي شيء، طعام أو شراب أو أي شيء. الناس بدأت تموت من الجوع، لحد الآن أكثر من 40 حالة وفاة من الجوع. نحن بنطالب إخواننا بالجزائر، ما عم نطلب شيء مستحيل، بس توقفوا معنا وقفة تضامنية، لو حتى بالكلام، لو حتى تمسك ورقة وتكتب عليها كفوا عن قتل مضايق، بس لو تكتب أي شيء، لو تعمل أي شيء، بس تعبر إنه نحن شعب الجزائر، تفرجي الناس إنه نحن متضامنين، وإنه الموضوع وصل لعنا والعالم كله عرف بالقضية. نحن بس عم نطلب تضامن لو حتى بالكلام، ما عم نطلب شيء مستحيل. وانتو شعب حر وشعب طيب، ومن اوائل الشعوب العربية اللي تعرف معنى الحرية ومعنى الكرامة ومعنى الإنسانية. نطالب منكم بوقفة إنسانية من إخواننا الجزائريين، لو حتى بالكلام، لو حتى بالعبارات، مع شعب سوريا، مع أهالي بلدة مضايا المحاصرة اللي عم يموتوا أهلها من الجوع على يد الشيعة، حزب الشيطان وأنصار بشار. نطلب نحن الشعب السوري من إخواننا الجزائريين وقفة تضامنية، لو حتى بالكلام، لو حتى بالكلام، بس فرجوا الناس، فرجوا العالم إنه الموضوع انتشر والموضوع وصل لعندكم، إنه العالم كله اليوم بيعرف شو اللي صاير بسوريا وشو اللي عم يصير. والسلام عليكم.